يا مساء الفل يا مساء العسل، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. عيد سعيد عليكم ان شاء الله. بصوا بقى، احنا عملنا الرواق بتاعنا بتاع العيد الجميل ده عشان نعمل بيه الرواق باللحمة. وعايزة اقول لكم ان انت ممكن تاكليه برضو وتسقيه في اللبن بسكر كده، وممكن تعمليه باللحمة في الصينية كده يوم العيد. بص شكله عامل ازاي، ولا قرمشته معايا ولا ريحته ولا طعمه، ما اقولكيش. بسم الله ما شاء الله، جميل. وزي ما انت شايفة كده مقرمش، بس انا مش عارفة الصوت طالع عندك ولا لا. بصي، وحبيت اوريهولك. انا جبت بس نص كيلو دقيق، عمل 9 وحدات. اول حاجة معايا نص كيلو من الدقيق. اول حاجة هننخده الاول. تمام كده. تمام كده نخلته خلاص. اديكي شايفة. هنزل بقى بنص معلقة ملح صغيرة، وهقلبه كده في الملح. طبعا معايا كوباية مية دافية، هنزل كده بالمية حبة حبة عشان نشوف الدقيق بتاعنا بيقبل مية ولا لأ. تلمي كده الدقيق بتاعك كده الأول بالمعلقة. خلاص لميت الدقيق بتاعي، هعجن بقى بإيدي. وزي ما انت شايفة كده العجينة معايا جميلة، مش محتاجة مية تاني. خلاص تعجني بقى العجينة بالشكل ده. أهم حاجة تخدمي العجينة معاكي وتكوني عجنها كويس. بصي العجينة خلاص أنا كده بلمها وخلاص خلصت معايا. كل سنة وانتوا طيبين. واللي أول مرة يشوفني، أنا مطبخ أم هاجر، وهينسيني بالاشتراك في القناة، شير وكومنت حلو منك. تمام كده. هسيبها ترتاح شوية، وبعد شوية بقى جبت العجينة بتاعتي معايا شوية دقيق. هرش كده حبة دقيق كده في الصينية بتاعتي، وهقرص بقى العجينة بتاعتي. هاخد كده حتة حتة زي الكورة كده، هعملها بالشكل ده. تكوري كده العجينة، الكرة بتاعتك دي كده نفس المقاس ده. تلمي العجينة كده بإيدك، وتقومي مكوراها كده على إيدك، وتحطيها نفس الحجم ده كده. نعمل التالتة. نكور العجينة بتاعتنا كده 3 بالظبط كده بالشكل ده. وتكوري العجينة بتاعتك وتحطيها كده 4 وحدات. عايزة اقولك النص كيلو الدقيق بتاعي ما شاء الله رمالي 9 وحدات. كده انا قرصته، وهسيبه بقى يرتاح شوية. تمام. خلاص بقى سيبته يرتاح. هنجيب بقى اول واحدة انا عملتها. هحط حبة دقيق كده بتاعي على الفرشة بتاعتي كده، واقوم بقى خبزها كده بالطريقة دي. معايا النشابة هعمل بيها. افردي كده العجينة بتاعتك عشان تبقى معاكي الرقاقة رقيقة بالشكل ده كده. مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود، وهتعملي حاجة في بيتك جميلة. يوم العيد بقى ان شاء الله تسلقي اللحمة بتاعتك الجميلة، وتعملي بقى الرقاق بتاعك باللحمة. انا لقيت الرقاقة بتاعتي كبيرة على الصينية، فقسمت منها حتة. تمام كده. عملتها بمقاس الصينية بتاعتي. حسيت ان هي كبيرة كده، انا عملتها بمقاس الصينية بتاعتي. المفروض يبقى عندك صينية كبيرة، بس انا ما كانش عندي صواني فرن كبيرة، انا عندي الصواني الحجم ده، فهي كانت صغيرة. حطيتها في الفرن. هعمل بقى التانية. هعمل كده بالنشابة بتاعتي وهفرد كده. الرقاق بتاعك ده بقى بتعملي بتسلقي اللحمة، تجيبي الشوربة بتاعك الحلوة الجميلة، وتسقيه كده في الشوربة، وترصيه في الصينية. تحطي بقى اللحمة المفرومة بتاعتك. تمام. وبتدخليه الفرن وبتعمليه، وانا ان شاء الله هعمله معاكم برضو باللحمة. ممكن تعملي للاطفال، تجيبي لبن وتسقيه كده في اللبن مع شوية سكر. اطفالك هيحبوه جدا.
كده فردت العجينة بتاعتي وخلاص اهيت العجينة بتاعتي في الفرن بتستوي. بص ده شكله معايا. هقلبه على الجهة التانية، تكوني مولعة الفرن الشواية والأرضية الاتنين مع بعض. تمام كده هدخلها الفرن تاني. بصي معايا، بصي كده خلاص هي استوت معايا. لو انتي حابة تعمليه ابيض تمام، حابة تحمريه تمام، بس انا ايه، حابة ان انا اخليه احمر كده. نعمل بقى ايه، واحدة تانية كده معاكو. تنزلي كده بالدقيق بتاعك عليه عشان ما يلزقش منك، عشان طبعا بيبقى رقيق فهيلزق منك في الفرشة بتاعتك دي، فلازم تحطي عليه دقيق كتير. افردي كده، هيتفرد معاكي على طول. بصي العجينة معايا رقيقة وجميلة. بصي العجينة معايا، عايزة اقول لكم ان الصينية صغيرة ومش عارفة احط فيها العجينة، فلو عندك صينية اكبر يبقى احسن برضو من دي. هعمل التانية كده بالشكل ده اللي انت شايفاه ده كده. بصي ما خدش معايا وقت، على طول على طول، وبجد هتعملي حاجة في بيتك جميلة. يوم العيد ان شاء الله الصبح تعملي كده لاولادك كده ايه، رقاق باللحمة والف هنا وشفا. وكل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكم يا رب. كده خلاص تمام. هحطها بقى في الصينية بتاعتي. عايزة اقولك الصينية سخنة وانا اصلا خايفة احط ايدي عليها. هدخلها الفرن بقى واعمل التانية معاكم. زي ما انت شايفة كده. بصي العجينة معايا رقيقة وجميلة. بفردها كده بالنشابة بتاعتي، العجينة ما شاء الله ماشية معايا تمام. بصي والرق بتاعنا كده في الفرن، بسم الله ما شاء الله جميل. يا رب يا رب يعجبكم. تمام كده. حطي شوية دقيق عشان ما يلزقش معاكي، اهم حاجة. الرقاق بيحب الدقيق معاكي كتير. كده انا رقيت العجينة بتاعتي. هشوف الفرن بقى. كده خلاص الرقاق بتاعتي تمام كده. لو انت حابة تعمليها باللون ده تمام، بس انا بحب الرقاق احمر شوية، عشان كده انا محمراه. يعني حسب الرغبة، انت حابة تحمريه، انت حابة تخليه ابيض، حسب ما انت عايزة، بس انا بحب الرقاق يبقى احمر شوية. تمام كده خلصت الرقاق بتاعي، وده كان شكله معايا بجد جميل جدا، وما خدش معايا وقت ولا مجهود. ودي الكمية بتاعتي، يعني الكمية دي تعمل صينية من الرقاق.
صينية رقاق باللحمة، بجد جربيه هيعجبك جدا. بصي عشان انا مرقاه، بصي بيتكسر معايا وجميل ازاي، رقيق وجميل. انا حبيت اكسره قدامك واوريهولك قد ايه ان هو رقيق معايا.